دايما كده لما بيكون ادائك وحش والفرقه مش ماشيه بشكل كويس والجمهور يهاجمك او حتى يطنشك، بتبقى نوعا ما مستحقه، ما انت كده كده ماشي وحش. لكن بقى لما بتكون بتقدم اداءات حلوه جدا وتلاقي ان مفيش حد بيتكلم عنك ولا مديك الاهتمام اللي انت تستحقه، الموضوع بيبقى فيه شويه ظلم. وده بقى موضوع حلقه توب 10 الاسبوع ده، اكتر 10 لاعبين الموسم ده مظلومين اعلاميا، او بمعنى تاني underrated. كمل الفيديو للاخر، وبالمره يعني اللايك والسبسكرايب والحاجات اللي انت عارفها دي. يلا بينا. حاجه مهمه لازم تعرفها قبل ما نبدا بقى في الليسته، وهو ان انا مش بقول على اللعيبه دي ان هم مقدمين موسم خرافي، هي الفكره بس ان هم مش واخدين الاهتمام اللي هم يستحقوه، زي ما بقول لك كده underrated. فخلي بس النقطه دي في بالك وانا بقول لك على اللعيبه. طيب في المركز العاشر معانا اندو، المنتقل حديثا لليفربول. طبعا للامانه انا لسه فاكر لغايه دلوقتي اول ماتش نزلوا مع ليفربول، وكان وحش جدا، وتحس كده الناس حطت الماتش ده في دماغها، ويا اما بطلوا يتفرجوا على اي ماتش تاني لعبوا بعد كده، يا اما مش عايزين يعترفوا ان هو مستواه بيتحسن، عشان تفضل الفكره اللي هم عاملين يقولوها كل شويه وان ليفربول محتاج لعيب رقم 6 تفضل في دماغهم. بغض النظر ليفربول محتاج ايه، ولكن الراجل ده بيتطور مع الفريق يا جماعه. والحاجه المهمه اللي انت لازم تفكر فيها هو كان ايه الاكسبكتيشنز من اللعيب ده وهو جاي النادي، وتشوف بعديها لو هو قدر ان هو يحقق الاكسبكتيشن دي ولا لا. يعني هو كل المطلوب منه ان هو لما ينزل يقدم 7 من 10 في كل الماتشات، مش لعيب يعني خرافي هو اللي هيجيب لك الدوري والشامبيونز ليج او اليوروبا ليج يعني في حاله ليفربول، لكن يكون لعيب سكواد بلاير لما يكون في حد متصاب يقدر ان هو ينزل في ماتشات اليوروبا ليج، ماتش سهل يقدر ان هو يكون بيلعب عشان الناس التانية ترتاح. وفي الحته دي انا شايف ان هو مأدي دوره وبيحاول على قد ما يقدر ان هو فعلا يثبت ان هو يستحق يلعب في ليفربول. ماتشاته في اليوروبا ليج حقيقي ماتشات كويسه، وانصحكم تركزوا عليه في الماتشات اللي جايه لما يجي يلعب. في المركز التاسع بيدرو نيتو، الراجل ده يا جماعه مش واخد حقه خالص مع وولفز. يمكن يكون الموضوع ليه علاقه بان هو برتغالي وصعب جدا يلعب اساسي مع المنتخب في وجود برونو وبرناردو سيلفا والناس دي كلها. ده حتى مدرب المنتخب لما بيلعبش باي وينج يمين، بدل ما يلعب بيدرو نيتو بيلعب بثلاثه ورا وبيلعب كانسيلو رايت وينج باك، يعني الراجل ولا كأنه موجود اصلا. بس اي حد متابع كويس جدا للدوري هيعرف ان بيدرو نيتو خطير جدا على اي فرقه بيلعبها، سواء فرقه صغيره بتدافع بدي بلوك عنده المهاره ان هو يعدي واحد على واحد، او فرقه كبيره بتهاجمك طول الوقت فمحتاج حد سريع زي نيتو. ده غير ان هو كمان 23 سنه بس، يعني صغير في السن ويقدر يديك سنين قدام، ومع ذلك ما تحسش ان في اي اقاويل ان هو ممكن يروح نادي كبير الفتره اللي جايه. طب سيبك من الاداء ده، حتى ارقاما هو اكتر لاعب عامل اسيست لغايه دلوقتي في وقت تصوير الحلقه دي، 8 اسيستات في البريمير ليج من 13 جوله بس، وعامل ثنائيه حلوه جدا هو وهوانج مين شان ده، وحرفيا شايل الجانب الهجومي بتاع وولفز كله ومساعدهم بشكل كبير جدا ان هم يكونوا بعاد عن شبح الهبوط. وحاليا وولفز في المركز ال 12 في الدوري، فدي كلها حاجات مخليني حاسس ان بيدرو نيتو مظلوم ويستحق اكتر من كده. في المركز الثامن ديابي. هتقول لي غريبه، يعني واحد منتقل لاستون فيلا ب 55 مليون يورو وبعد 13 ماتش بس جايب 3 اجوان و3 اسيستات وتقول لي اندر ريتد؟ اقول لك يبقى انت اكيد ما بتتفرجش عليه. هو يا جماعه ده مش هيكون طلب اساسا، استون فيلا كده كده بتلعب كوره حلوه وانصحك انت تتفرج عليهم الفتره اللي جايه. وانت بقى بتتفرج عليهم ركز على ديابي، سريع شويط، وهتشوف ان هو عنده سوء حظ غير طبيعي. يمكن يكون لمعان واتكنز ودوكلس لويز اللي الموسم ده مغطي عليه شويه، ولكن لو ركزت معاه شويه هتشوف ان هو خطير زيهم ويمكن اكتر. ووعد مني ليك هتشوف ان هو هينفجر قريب جدا جدا جدا. وخلي بالك ده اول موسم ليه في البريمير ليج وبيقدم الاداء ده، استنى بقى لغايه لما ياخد على الفرقه وياخد على الدوري نفسه قدام، وعد مني هيكون جامد جدا. في المركز السابع انا ببلع ريقي وانا بقول الجمله دي، بس لوكاكو. والله العظيم ما في حد مش عايز يحطه في الليسته دي اكتر مني، بس الراجل بصراحه بيبهرني كل مره. يعني كل ما تحس ان هو خلاص الكارير بتاعه انتهى، وفعلا كان جاله عروض كتير قوي من السعوديه، الا ان انت لازم تحترم رغبته ان هو لسه عايز يستمر في اوروبا. وبعد المشاكل اللي عملها مع تشيلسي ومؤخرا مع انتر كمان، يروح ايطاليا مع فريق اضعف من انتر بكتير وهو روما، ويوريك ان هو قادر على اثبات نفسه لسه اكتر واكتر. ولو روما قدر ان هو يحقق حاجه السنه دي في اليوروبا ليج او في الدوري، هيكون هو سبب كبير قوي فيها. بتتكلم بعد 15 ماتش في كل البطولات جايب 9 تجوان و1 اسيست، وعامل ثنائيه حلوه جدا مع ديبالا او شعراوي. في المباريات الكبيره بتلاقيه بسبب خبراته، وفي المباريات الصغيره برضه بتلاقيه بسبب تهديفه. من اكتر الناس اللي كان نفسي ينجحوا فعلا مع تشيلسي، وعمري ما هسامحه على اللي هو عمله معانا، ولكن من حيث الاعتراف بان هو فعلا لعيب كويس وفعلا اندر ريتد الموسم ده مع روما، دي حاجه انا ما اقدرش انكرها.
متفاهم ان مش ناس كتير قوي مركزه معاه، لان مش ناس كتير اصلا بتتفرج على الدوري الايطالي، فما بالك روما. ولكن لو خبطتوا فيه كده اتفرجوا عليه يا جماعه، هتشوفوا ان هو بيقدم اداء كويس جدا، ومورينيو دايما بيعرف يخرج منه جانب ممتاز. في المركز السادس فريمبونج. بصراحه يا جماعه مش عارف ليه الراجل ده مش باين، يعني بيلعب فول باك، وهو اساسا مفيش فول باكس كتيره منتشره في العالم، واساسا شحم العالم كله. سنه صغير وبقاله هو موسمين 3 بيقدم اداءات كويسه، فليه مفيش اي نادي كبير بيفكر فيه؟ لما تيجي تشوف ان هو كفول باك بعد 17 ماتش في كل البطولات جايب 6 جوان و7 اسيستات، ده على الاقل يلفت انتباهك ان انت تروح تتفرج عليه. مع كامل احترامي والله مش قصدي اتريق على حد، بس كانسيلو مع برشلونه اللي مكسر الدنيا جايب 3 جوان واسيستين بس، وبيلعب في برشلونه. فلعيب صغير في السن بيتطور بشكل كبير جدا مع تشابي الونسو، يجي منه الفتره اللي جايه. ومش عارف ليه كده عندي احساس ان هو هيروح اليونايتد، اتمنى لا، بس احساس كده عندي. وفان فاكت كده في السريع، مش عارف لو تعرف المعلومه دي ولا لا، هو اساسا طالع من اكاديميه مانشستر سيتي. طيب في المركز الخامس بقى لوتارو مارتينيز. تحس كده جت فتره من الفترات قبل الكوبا امريكا وبعدين برضو وقت كاس العالم، هو ان الناس عايزه تطلع لوتارو مارتينيز كميم، زي فتره هيجوايين كده، عايزه تعمل منه هيجوايين 2.0، عشان يعني يكون اللاعب اللي والله ميسي بيديله فرص كتيره جدا وهو عمال يضيع. وللاسف الميم ده رغم ان هو بدا كهزار، الا ان هو تحول نوعا ما في دماغ الناس انه حقيقه ان لوتارو فعلا لعيب وحش، ان لوتارو فعلا ما بيعرفش يفنش. ودي حاجه غير صحيحه بالمره. اكيد كل لعيب جت عليه فترات ما كانش في احسن فورمه، ولكن قبليها وبعديها هو لعيب كويس، وده اللي الناس دلوقتي مش شايفاه خالص. في حين ان هو ماشي كويس جدا مع الانتر، وحرفيا بيعمل ثنائيه مع اي سترايكر بيجي النادي. من كام سنه يعمل يا ابني ثنائيه مع لوكاكو، يعمل ثنائيه ناريه ويكسبوا الدوري بعد سنين غياب. طب السنه اللي فاتت معلش يا ابني لوكاكو مشي، يلا اعمل مع جيكو، يلا بينا مفيش مشكله، ويوصلوا لنهائي الشامبيونز ليج ويقدموا ماتش كويس جدا، وكانوا ممكن يكسبوا الشامبيونز ليج. والسنه دي ماشيين كويس في الشامبيونز ليج وماشيين كويس في الدوري، وعامل ثنائيه مع سترايكر جديد بقى المره دي وهو الثورام. وغير بقى موضوع الثنائيات وادائه في الملعب، هو كمان من ناحيه الارقام مميز جدا. 17 ماتش في كل البطولات، جايب 15 جون واسيستين، ومع ذلك محدش حتى بيتكلم عنه ان هو من احسن 10 سترايكرز في العالم دلوقتي. طب لا معلش بقى، انا شايفه ان هو من احسن 5 سترايكرز موجودين في العالم دلوقتي، اذا ما كانش من احسن 3 كمان. في المركز الرابع اوباميكانو. من ساعه الغلطه اللي ارتكبها اللي كانت كبيره بالمناسبه في ماتش السيتي السنه اللي فاتت في ربع نهائي تشامبيونز ليج، من ساعه اللحظه دي هو اتحول كمين. خلاص كده الناس عمت نفسها ومش عايزه تشوف اي حاجه كان بيعملها قبل الماتش ده ولا بعد الماتش ده. ولكن انا بصراحه لما بشوفه بيعجبني جدا ان هو قدر يعدي اللحظه دي، لحظه صعبه جدا ممكن بتكسر لعيبه كتير بالذات في سنه صغير. وللامانه هو كان فعلا سبب خروج بايرن السنه اللي فاتت من الشامبيونز ليج، لكن المهم يعني عداها. ولما تيجي تشوف مميزاته من قبل ما توخيل يجي على فكره، وتوخيل يمكن دلوقتي بيطوره نوعا ما، الا ان هو سريع، بيبني الكره من تحت كويس جدا رغم الغلطه اللي عملها قدام السيتي، قوي جسمانيا، وخطير طبعا جدا في ضربات الراس لما بيروح كورنر ولا حاجه. فكل الحاجات دي مخلياني عندي اساس ان هو فعلا اندر ريتد ويستحق اكتر من كده. يمكن لو البايرن السنه دي قدر يعمل حاجه في الشامبيونز ليج الناس تبدا تركز معاه اكتر، لان خلينا صراحه يعني ما حدش بيتفرج على الدوري الالماني. بس لو خبطت في ماتش للبايرن اقعد كده وركز معاه، بالذات في حته البناء من تحت، هتتصدم. طيب قبل ما ندخل بقى على التوب 3، انا عندي قائمه شرفيه من 3 لعيبه بس، لعيبه كنت بفكر انا ادخلهم جوه الليسته، ولكن في الاخر قررت ان لا، ما كانوا مش جوه الليسته لاسباب تانية يعني، فبسرعه كده هقول لكم عليهم. اول واحد معانا هو كايسيدو. بصراحه ما حبيتش ان احطه عشان دفع فيه مبلغ كبير جدا ولسه ما وصلش للي يستحقه، ولسه ما وصلش للمنتظر منه، ولكن الامانه برضه حاسس ان هو اندر ريتد شويه. يعني هو مش بالوحاشه اللي الناس بتقوله عليه، لا هو لغايه دلوقتي انا كمشجع تشيلسي وبتفرج عليه كل اسبوع ممكن اقول ان هو اداؤه اديله 6.5 ولا 7/10، منتظرين منه اكتر من كده اكيد، ولكن برضه هو مش كارثي. يعني اول ماتش ليه مع تشيلسي كان كارثي مش هننكر، ولكن بعد كده قام بسرعه، وبوتشيتينو بيعرف يطور اللعيبه الصغيره، فانا متفائل بيه. اللعيب التاني هو جريمالدو، بقاله سنين بيلعب اداءات كويسه مش السنه دي بس، ومحدش مركز معاه قوي او محدش بيديله حقه فعلا، ولكن حقيقي فول باك ممتاز وممكن يكون اندر ريتد شويه. اخيرا بقى هو ايموبلي سترايكر بتاع لاتسيو، برضه بقاله سنين كتيره جدا متالق، وبرضه محدش بيجيب في سيرته ولا حد بيعتبره ولا حد بيشكر فيه حتى ولو نص كلمه. الراجل كل سنه تقريبا بينافس على هداف الدوري الايطالي، وبنسبه كبيره جدا هو الكل في الكل في لاتسيو، ولكن ما حدش مركز معاه قوي، فبرضه حاسس ان هو ممكن حد نذكره كده. طيب خلصنا بقى القائمه الشرفيه، تعالوا بقى ندخل على التوب 3. وفي المركز الثالث هو جيراسي. جيراسي ده بقى يا سيدي بيلعب في شتوتجارت، وهو الثاني اكتر هداف في الدوري الالماني حتى الوقت اللي انا بصور فيه الحلقه دي بعد هاري كين.
هاري كين تقريبا جايب 18 جون، هو جايب 15 جون. انا فاهم ان هو ما كانش باين قبل الموسم ده خالص، فالناس دايما لما بتشوف لعيب فجاه بان يقول لك يا عم ده ممكن يكون ايه وان سيزون وندر، دي حاجه انا فاهمها. ولكن يا سيدي طب اديله حقه دلوقتي، يعني هو السنه دي عامل اداءات كويسه جدا، وبسببه شتوتجارت الثالث في الدوري. شتوتجارت ده يا جماعه بقاله سنين ضايع خالص، فلما يكون ماشي كويس وحقيقي بيقدم اداءات ممتازه اديله حق، حتى لو بعد السنه دي ما بانش تاني واختفى نبقى يعني نصفناه شويه. في كل البطولات لعب 11 ماتش جايب لك 16 جون و2 اسيست، يعني ارقام ممتازه، يعني ارقام غريبه اساسا. فبصراحه قلت ان انا اذكره في الحلقه لانه حقيقي محتاج يتركز معاه الفتره اللي جايه، وهنشوف لو فعلا هيكون وان سيزون وندر ولا هيكمل كده شويه سنين قدام. في المركز الثاني بقى هو دوف بيك. انت غالبا ما تعرفش مين ده اصلا، بس هو في نادي كده عامل شويه قلق يعني في الدوري الاسباني اسمه جيرونا، هو ده بقى السترايكر بتاعه. احب اقول لك ان السترايكر بتاعهم ده اللي هو دوف بيك ده اول موسم ليه في الليجا، ومش جاي مثلا من دوري برتغالي دوري هولندي برضه في اوروبا، لا ده جاي من الدوري الاوكراني، هو برضه في اوروبا يعني، بس قصدي ايه فرق الدوريات فرق الاداءات شاسع. ومع ذلك في اول موسم ليه بعد 16 ماتش في كل البطولات جايب 8 تجوان و6 اسيستات. ولما شفت له كده شويه لقطات وهايلايتس وبتاع مش عارف ليه كده شويه فكرني بهالاند، مع الفارق طبعا. فكره ان هو مش هتلاقيه حريف قوي ولا لعيب ممتع تتفرج عليه، ولكن سرعته وقوته وذكائه في التحرك بتخليه دايما موجود في المكان الصح في الوقت الصح، وبيخلص اي فرصه بتجيله، وده اللي هو بيعمله السنه دي مع جيرونا. فحاسس الناس مش مركزه معاه خالص، وخصوصا الاداءات اللي بيعملها جيرونا في الدوري محتاجين نعرف شويه لعيبه منهم، محتاجين نتفرج عليهم اكتر، محتاجين نشوف مين من اللعيبه دي هم بس سكواد بلاير وماشيين حلو مع بعض، ولكن لو خدتوه وديته اي نادي تاني مش هيأدي كويس، ومين فعلا التالنت المهمه الكويسه اللي تستحق ان هي تتخطف في السنين اللي جايه وتروح فرق كبيره. واعتقد ان دوفبك ممكن يكون واحد منهم. جاهزين بقى للمركز الاول؟ ممكن يكون مفاجئ شويه بس انا شايف جريزمان. تقول لي ايه ده يا عمر، ده جريزمان يعني واخد حقه ودايما الناس بتشكر فيه. اقول لك بصراحه بس برضه مش كفايه. الراجل ده يا جماعه الكومباك اللي عملها في الكارير بتاعه بعد اداء مش حلو خالص مع برشلونه والدنيا ما وفقتش ما بينهم، يمكن برضه راح في وقت كان صعب على برشلونه، الا انه قدر يعدي المرحله دي. في لعيبه كتير غيره اصغر منه بكتير زي كوتينيو مثلا ما عرفوش يقوموا منها، ولكن قدر يقوم منها ويرجع نفسه تاني في اتلتيكو ويقدم اداءات عظيمه، ويرجع تاني بشكل قوي جدا مع منتخب فرنسا ويقدم اداءات فظيعه، ويكون سبب رئيسي لوصول فرنسا لنهائي كاس العالم اللي فات، وكانوا على تكه ان هم يكسبوه. كل ده ومحدش ابدا بيذكره ان هو على الاقل يستاهل يبقى في التوب 5 في البالندور، محدش بيجيب سيرته اصلا. السنه دي في كل البطولات لعب 18 ماتش جايب 13 جون واسيست، منهم على فكره 4 تجوان في الشامبيونز ليج، كان هو سبب رئيسي في انه يساعدوا اتلتيكو خلاص بنسبه كبيره جدا يضمن ان هو هيتاهل للدور اللي جاي. انا فاهم ان هو صعب جدا ينافس على البالندور او ياخد البالندور، لان خلينا صراحه يعني اتلتيكو صعب جدا يكسب الدوري او الشامبيونز ليج، وحتى لو عمل حاجه مع فرنسا في اليورو غالبا هتنسب لمبابي، لكن على الاقل حاسسني ان انت بتذكره ان هو دايما موجود في التوب 10 او في التوب 5 كمان، بس ده للاسف ما بيحصلش. فده اللي مخليني بصراحه حبيت احطه في الليسته دي كمركز اول. ودي تبقى نهايه ليستتي انا لاكتر 10 لعيبه اندر ريتد الموسم ده. ما تنساش تقول لي تحت في الكومنتس بقى رايك انت ايه في الليست دي، تتفق معايا في كام واحد، تختلف معايا في كام واحد، واكتب لي ليستك انت كمان وخليني نتناقش كده في الكومنتات. وبالمره كالعاده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. شكرا جدا ليك على المتابعه، كان معكم عمر حسين، سلام.